مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. شوفوا هاي الأكلة الحلوة الجميلة الرائعة الطيبة راح نسويها اليوم. راح أعلمكم شلون نسويها. اسمها دولمة، أكيد طيبة. خل أذوقها. لا تفوتكم الدولمة أعزائي المشاهدين، لذيذة جدا جدا جدا. لازم تسووها على الأقل مرة واحدة بحياتكم وتجربوها. إذا تريدوا تعرفون شلون نسويها خليكم متابعين الفيديو. طبعا قبل الشروع بعملية طبخ الدولمة أو تحضير الدولمة ننقع 3 أكواب من الرز بالماء ونحطه جانبا ونسوي الأشياء الثانية. بعد ما نخلص من الأشياء الثانية راح يكون الرز تشبع بالماء وخلصت عملية نقع. راح نبدأ بتقطيع البصل وراح نسلقه بواسطة هذا الجدر. طبعا نقطعه بطريقة حتى نسويه حتى نحشيه بعدين بهاي الطريقة مثل ما تشوفون. وبعدين نقطعه إلى المنتصف مثل ما تشوفون بهاي الطريقة للمنتصف، ونرجع نحطه داخل هذا الجدر اللي بعدين راح نعبيه ماي ونحط به كامل البصلايات ونسلقهم. ومثل ما تشوفون أعزائي المشاهدين انتهينا من تقطيع البصل، وهسه راح أحطه على النار إلى أن ينسلق ويصير لين. في هذه الأثناء أعزائي المشاهدين نحضر ورق العنب. طبعا هذا أنا مسويته. هو لازم تجيبون ورق العنب وتحطوه بماء حار وتطلعوه حتى يصير لين مثل ما تشوفون. بس حاليا راح أشيل الأعواد اللي هي هاي حتى بعدين من أحشيه ما أضطر أشيلهم. فراح أشيل الأعواد لكل أوراق العنب اللي عندي. وبعد أن انتهيت من تقطيع أوراق ورق العنب مثل ما تشوفون صار جاهز للحشو، فراح أتركه جانبا. طبعا أعزائي المشاهدين هاي الخضرة اسمها سلق، تقدرون تشتروها موجودة بالأسواق، وأعتقد هي في متناول جيد الجميع، يعني في جميع الأسواق موجودة بالوطن العربي حتى برا. فهو هذا شكلها، تشبه السبانخ بس هي مو سبانخ. راح أنا طريقتي بتقطيع السلق إنه أشيل هاي الزيادة لونها أسود يعني مو حلوة وما راح ناكلها، راح نذبها يعني. وأشيل العودة تبقى عندي هاي العودة، راح أحطها في قاع الجدر بعدين أراويكم. أقطع الأعواد يعني إلى أقطع هلقة طولها تقريبا وأجمعها كلها مع بعض. بالنسبة إلى ورقة السلق أنا بالعادة أحب أسويهم صغار، يعني أحب أحشيها والورقة تكون صغيرة مو كبيرة، فلذلك يعني إذا ورقة بهذا الحجم أسويها 2 بالعادة، إذا ورقة حجم أكبر أسويها 3 وهكذا. راح أحطها بوعاء وراويكم شلون الورقة الكبيرة شلون نقطعها. مثلا هاي العودة تروح وهاي الزائدة تروح، هاي نحتفظ بيها وهاي نقطعها إلى 3 أقسام. هذا القسم الأول ونحطه، القسم الثاني والثالث. إذا ورقة أكبر ممكن نسويها 4 أقسام. حاليا ما بلا موجودة، بس هاي الورقة شوي تعبانة. يعني مثلا انتو شوفوا قدروا تكون يعني كل قطعة بهذا الحجم تقريبا حتى تحطون الحشو هنا، تغلقوها بهاي الطريقة وبعدين تغلقوها تحطوها بالجدر. هاي بعدين راح نسويها، بس انتو حاولوا تسوون القطع يعني مو كبيرة بالحجم حتى لا تصير يعني هالقدها يعني مو حلو، او انتو بكيفكم يعني. اكو ناس تحب القطع الكبيرة. هسه راح اخلص السلق وارجع لكم. ومثل ما تشوفون بعد ما خلصنا السلق نتركه جانبا ونسوي الاشياء الثانية. ومثل ما تشوفون راح نحضر المحاشي اللي هي الكوسة والباذنجان والطماطة والفلفل الاخضر مثل ما تشوفون بهاي الطريقة. ونحفر الكوسة
بهاي المحفارة، طلع اللي بيها اوكي، ونحطه في وعاء مثل ما تشوفون. وبعد ما خلصنا من حفر الكوسة نتركها جانبا، ونحفر الباذنجان بنفس الطريقة. هاي يفضل انه نحتفظ بيها ونتركها جانبا حتى بعدين نستخدمها بالدولمة، اما هاي نرميها. ونحفر بنفس طريقة الكوسة، نطلع جميع ما في الداخل ونحطه في هذه الطاسة. بعد ما انتهينا من حفر الباذنجان ايضا نتركها جانبا. قبل لا نتركهم جانبا اعزائي المشاهدين، حبيت انبهكم وتذكرت ايضا انه لازم نسوي فتوح صغيرة، فتحات صغيرة بالباذنجان بهاي الطريقة، ونملح الباذنجان مثل ما تشوفون. نملح الباذنجان من الخارج ومن الداخل، والكوسة نفس الشي نملحها من الخارج ومن الداخل. وأيضا نفتح الفلفل الأخضر بهاي الطريقة مثل ما تشوفون. نشيل الأشياء الزائدة، وصار الفلفل جاهز لعملية الحشو. نملحها من الداخل ومن الخارج، ونسوي بيه فتحات صغيرة نفس الشي ويا الكوسة. ايضا الطماطة نفتحها بهاي الطريقة مو للآخر، شوفوا نخلي يعني جزء غير مقسوم بالسكين، نفتحها بهاي الطريقة ونطلع اللي بداخلها مثل ما تشوفون، حتى بعدين نحشيها ونحطها بالوعاء. مثل ما تشوفون فضينا الطماطة صارت جاهزة. الطماطة الأخرى أيضا نفس الطريقة. وبهاي الطريقة نكون جهزنا الأغراض اللي هي جاهزة للحشو، نضعها جانبا. أما بالنسبة للأشياء اللي طلعناها في هذا الوعاء نحطها هنا، ونرجع نقطعها بطريقة ناعمة حتى بعدين نضيفها للحشو. وبعد أن قطعناها أعزائي المشاهدين نرجعها إلى نفس الوعاء ونتركها جانبا حتى بعدين نستخدمها في عملية تحضير الحشو. حسنا أعزائي المشاهدين، بعد ما طلعنا البصل من النار وخليناه يغلي ينسلق يعني ويا الماء، راح نفتح البصل، نفصل الشرائح عن بعضها البعض. طبعا هو حار يعني أنا بصعوبة جاي أتحمل الحرارة، بس شوفوا مثل ما تشوفون نفصل الشرائح عن بعضها البعض حتى بعدين نحشيها. انتوا انتظروه يبرد، انتظروه يبرد وبعدين افصلوا الشرائح. مثل ما تشوفون طبعا أعزائي المشاهدين راح أخليه يبرد وبعدين راح أرجع لكم ونفصل كل الشرائح عن بعضها البعض. ولا تنسون عملية التمليح، ملحوهم حتى لا يطلعون ماسخين. فراح أفصل الشرائح وأرجع لكم وأملحهم طبعا وأرجع لكم. ومثل ما تشوفون أعزائي المشاهدين بعد ما انتهيت من تقطيع البصل وملحته راح أتركه جانبا، وراح اخذ الزيادة من البصل اللي ما قدرت يعني
افصل شريحاته مثل هاي لانه صغار كلش. راح اجيبهم واقطعهم على لوح التقطيع حتى بعدين اضيفهم للحشوة. وبعد ما انتهيت من تقطيعهم راح اضيفهم للمكونات السابقة اللي حطيناها بالوعاء ونتركهم جانبا. طبعا اعزائي المشاهدين هسه نسوي الحشو اللي هو يتكون من الرز وعدة مكونات اخرى. هسه راح نشوفها. مثل ما تشوفون تم تنقية الرز من الماء بواسطة هذا المصفى ونحطه في وعاء مثل ما تشوفون. بعد ما حطينا الرز نضيف المكونات اللي طلعناها من المحاشي اللي قصقصناها إلى قطع صغيرة. نضيف 7 إلى 8 قطع طماطة مقطعة. نضيف كمية كبيرة لأنه هي السر بالطعم اللذيذ للدولمة. نضيف بعض الشبنت المثروم، طبعا هذا اختياري. نضيف بصل، حوالي حبتين من البصل المقطع. نضيف بعض من اللحم المفروم، ويفضل أعزائي المشاهدين يكون الفرم خشن، بس إذا كان ناعم عادي. نضيف معجون طماطة تقريبا ملعقتين كبار مثل ما تشوفون. عندي بهارات دولمة، هاي يمكن مو موجودة بكل الدول، فأنتوا ضيفوا البهارات اللي تحبوها، يعني بهاراتكم المفضلة. ممكن بهارات البرياني بس حتى تنطوها طعم ونكهة. نضيف طبعا فلفل أسود، هذا اختياري حسب ذوقكم. بعض الناس تحب الدولمة تكون حارة، بعض الناس لا. أنا راح أضيف كمون واختياري هو طبعا. وراح أحط بعض من الثوم أيضا اختياري. راح أحط كركم أيضا اختياري. وراح أضيف دبس الرمان، هذا ينطيها طعم حامض. بعض الناس تحب الدولمة تكون حامضة وأنا منهم، فهذا اختياري. إذا ما تحبون الدولمة تكون حامضة عادي لا تضيفون دبس الرمان. وأيضا راح أضيف الليمون، هذا أيضا اختياري حتى نعطيها حموضة. راح أزيد من الفلفل. طبعا لا تنسون الملح، أهم شي الملح. انتو الملح حطوا وابدأوا بالخلط، وبعدين كل ما تخلطون شوي حطوا أكثر إلى أن تصير ملحها جيد، يعني لا تكتفون بكمية قليلة من الملح. ومثل ما تشوفون راح أخلطها كلها مع بعضها البعض. ومثل ما تشوفون أعزائي المشاهدين الحشو صار عندنا جاهز. طبعا ملحته أكثر وضفت له شوي معجون طماطة أكثر، فأنتوا شوفوا يعني قدروا. لازم الملح يكون زين، كميته زينة. ذوقوا يعني بلسانكم بطرف لسانكم إلى أن تكونون راضين عن كمية الملح اللي بيه. وهسه راح نحشي الدولمة. قبل لا نحشي الدولمة لازم نحضر الجدر ونحط هذول. انا احطهم دائما بالقاع، فهسه راح اراويكم. مثل ما تشوفون اعزائي المشاهدين هذا هو جدر الدولمة. راح نجيب السلق
العيدان هاي اللي أخذناها من السلق نحطها بالقاع، نحاول نرتبها ونملحها. طبعا نسيت الزيت، لازم نحط كمية من الزيت نتأكد انه تغطي القاع مثل ما تشوفون. اوكي، بعدين نجيب السلق ونبدأ نحشيه. اول شي نحشيه هو مو السلق، البصل. هسه راح اراويكم. مثل ما تشوفون اعزائي المشاهدين، نجيب البصل ونفتحه بهاي الطريقة ونحط كمية من الحشو مثل هاي الكمية، نغلق البصل بهاي الطريقة ونحطه بالجدر. اول ما نحشي هو البصل مثل ما تشوفون، ونحطه ونكمل كل البصل. وبعد ما اكمل البصل راح ارجع لكم. ومثل ما تشوفون اعزائي المشاهدين خلصت البصل، وهسه راح نبدي بمرحلة السلق اللي هو هذا. راح نبدي نحشي السلق، راح اوريكم طريقة تحشية السلق. مثل ما تشوفون نجيب عودة، مرات تكون هذا اللي بالنص يكون خشن، فيفضل انه تضغطون عليه حتى تسووه ناعم، حتى تسهل عليكم عملية حشو السلق. ونجيب بعض من الحشو اللي سويناه كمية مثل هاي، ونبدي نغلق السلق بهاي الطريقة حتى لا يطلع برا. ونحطه بالجدر مثل ما تشوفون. نكمل السلق ونحط خلاله الكوسة والباذنجان اللي راح اراويكم شلون تحطوهم بعد شوي. مثل ما تشوفون نحط كمية، نغلقها، نحكم اغلاقها، ونحطها داخل الجدر بهاي الطريقة. طبعا اعزائي المشاهدين اول ما خلصنا طبقة واحدة من السلق راح نضيف الفلفل الاخضر والكوسة والباذنجان بهاي الطريقة. نحشي الفلفل مثل ما تشوفون ونحطه بالنص. نحشي الكوسة ونحطها، ونحشي الكوسة الثانية ايضا نحطها هنا. نحشي الباذنجان. بعد ما حشيناه نحط الغطا بهاي الطريقة، غطا الباذنجان، ونحطه بهاي الطريقة، ونحط نسوي السلق هسه حطه بيناتهم، وبعدين نحط الطماطة. راح ارجع لكم. طبعا مثل ما تشوفون اعزائي المشاهدين تقدرون تحطون السلق بين الاشياء هاي مثل ما تشوفون. تقدرون ايضا تحطون ورق العنب. انا راح ابدي احط ورق عنب ضمن السلق لان ورق العنب يحتاج يستوي، فلازم يكون ايضا داخل يعني. فراح احط ورق عنب ايضا وارجع لكم بعد شوي. طبعا نسيت اعلمكم شلون تسوون ورق العنب. مثل السلق تقريبا، تحطون كمية معينة هاي هواي، وتسدون ورق العنب بهاي الطريقة الى ان ينغلق، وتحطوه مرة ثانية. تحطون كمية معينة ونغلقه بهذه الطريقة. ونحطه.
أعزائي المشاهدين مثل ما تشوفون حطيت ورق العنب بس بعد ما خلصته. هسه راح أحط الطماطة وأكمل ورق العنب والسلق. نجيب كمية نحطها داخل، ما نكثر لأنه الرز راح يكبر. ونحطها ونحط القطعة الثانية مثلا هنا. نكمل ورق العنب والسلق إلى أن يخلص وتكون الدولمة جاهزة للطبخ. بعد ما خلصنا أعزائي المشاهدين من ترتيب جميع الأشياء، راح نحطها على النار لمدة 15 دقيقة على نار يعني قوية، وبعدين أشوفكم. طبعا أعزائي المشاهدين هسه يلا اكتشفت إنه أنا ناسية أحط زيت بالحشو. راح أحط شوي زيت على وعسى هذا يفيد. أتمنى يفيد. للأسف ما حطيت زيت بالحشو مع إني دائما أحط، بس ما أدري ليش هالمرة نسيت. يلا انتوا لازم تحطون بالحشو زيت. أعزائي المشاهدين بعد ما حطينا الدولمة على النار على نار قوية لمدة 15 دقيقة، نجيب ماي كمية معينة مثل هاي ونحط بها ملح. نقدر ننقع الماي بسماق حتى ينطي حموضة، أو نقدر نضيف للماي مثلا دبس الرمان أو ليمون حتى يكون حامض إذا تحبون يعني تضيفون حموضة للدولمة. وبعدين تصبون الماي بالجدر. بس هو شنو اللي صار، أمي طبختها ما شاء الله وصبت الماي بالجدر فما لحقت أصور لكم، كنت أنا مو بالبيت. يعني المهم أنا قلت لكم هاي الخطوة. بعد ما تحطوها على النار لمدة 15 دقيقة تحطون ماي ويا ملح، وإذا تريدون بعض الحموضة. عندنا هنا الدولمة، لحظة، لازم تحطون صحن بهاي الطريقة، صحن زجاجي مقلوب، وتحطوها على النار على نار هادية. خلوها ساعتين أو ساعة ونص إلى أن تستوي. أعزائي المشاهدين بعد ما صارت الدولمة هسه راح نقلبها بصينية مثل ما تشوفون، وهذه هي الدولمة. طبعا لو حاطين خبزة أحسن لأنه بيها هواي ماي، يعني انتو إذا شفتوها بيها هواي ماي حطوا خبزة بالصينية حتى تمصها. أتمنى الفيديو هذا يكون عجبكم، وأتمنى تسووا لي لايك على هذا الفيديو وسبسكرايب على قناتي ولمزيد من الفيديوهات. وأتمنى تنشرون هذا الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأتمنى تكتبوا لي تعليقاتكم واقتراحاتكم بالتعليقات حتى أقراها وأخذها بعين الاعتبار. وأشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. مع السلامة.